يعني حقيقة مباراتنا ستكون صعبة على الفريقين وغاية في الأهمية، وإن شاء الله نتمنى أن نقدم مباراة جيدة تليق بالمنتخب العراقي ونتأهل للمباراة النهائية إن شاء الله. المنسق الإعلامي الأستاذ وليد طبا نبهني بأن أي سؤال من الأخوان الصحفيين بشكل مجمل يقدم في المؤتمر الصحفي، لأن المنتخب العراقي بعد هذا المؤتمر لن يقدم تصريحات حتى في أروقة الفندق، فاللي عنده شيء خليه يتقدم من الزملاء بسؤالات. تفضلوا، من عنده سؤال تفضل. إبراهيم البريان، قناة 22 إضاءات السعودية. 3 ملايين. نعم الله يسلمك. المدرب طبعا القدير، أنت حققت كأس الخليج طبعا كلاعب، الآن أنت كمدرب هل تحلم تمسك الكاس؟ يعني شكرا. بكل تأكيد هذا هو حلمنا وحلم جماهير الكرة العراقية وحلم كل الناس المعنيين، وسنبذل كل الجهود من أجل أن نحقق هذا الحلم لجماهيرنا، وأعتقد جماهير الكرة العراقية تستحق منا ذلك. تفضل. السلام عليكم، أحمد السباعي من موقع الجزيرة نت. كابتن، يعني هل كنت تتوقع الوصول إلى هذه المرحلة؟ وما توقعاتكم للمباراة النهائية؟ الآن الجميع يعلق آماله على العراق، تحديدا العراقيين يأمنون بإعادة البسمة والفرحة تحديدا من خلال كرة القدم. ماذا يمكن أن تقدم لهذه الجماهير؟ شكرا. أشكرك. يعني بكل تأكيد أنا منذ المؤتمر الأول ومنذ المباراة الأولى أمام المنتخب البحريني تكلمت أنه طموحنا إن شاء الله وكواقع شارع عراقي يتحتم علينا بعد الإخفاقات الأخيرة للكرة العراقية، لذلك يتحتم علينا أن نكون منافسين، بل لربما حتى المنافسة غير كافية لطموحات الشارع العراقي والناس المعنيين، بل تتعدى طموحاتنا أكثر من ذلك بتحقيق اللقب. وبكل تأكيد هذا ما نسعى إلى منذ أول أيام ومنذ قدومنا للكويت حقيقة. وبكل تأكيد يعني لكل مباراة ظروفها، بكل تأكيد سنخوض المباراة مع الفريق الإماراتي بالشكل اللي يناسب هذا الفريق ومستواه. سؤال تفضل. وليد العبري، صحيفة توفى الرياضية العمانية. طبعا سؤال الكابتن أيمن حسين، بس باغينا رأيه في مباراة الإمارات، وهل ستؤثر المباراة الودية اللي لعبها مع الإمارات قبل البطولة تأثير سلبي قبل هذه المواجهة؟ مساء الخير ان شاء الله على الجميع ان شاء الله وعلى بلدنا ان شاء الله. اكيد المباراة هي مهمة امام المنتخب الاماراتي، قادرين ان شاء الله على الفوز وان شاء الله نفرح الجماهير العراقية ان شاء الله. سؤال آخر تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد ابو اسماعيل من حاسس اسئلتكم وايد هاديه، المؤتمرات اللي قبل كانت اسئلتكم فيها مشاكل. جايه يلا شوف. كابتن باسم، حضرتك في المؤتمر الاخير ما رشحتش الامارات للصعود من دوري المجموعات، كنت حضرتك رشحت العمان والسعوديه، فاي اساس كنت حضرتك رشحته تخلوا هذا؟ يعني ده ايه اللي اتغير دلوقتي، خاصه بقى المباراه الهامه غدا؟ التاريخ اخر 6 سنوات تقريبا في صالح الامارات، 5 انتصارات مقابل انتصار للعراق. كل الحاجات دي هل لها تأثير معنوي أم سلبي على اسمك بس أستاذ قبل إجابة الأستاذ باسم، اسمك ما قلتها. محمد أبو إسماعيل، وفد الإعلام الإماراتي. بكل تأكيد يعني بطولات الخليج يعني دائما ما تكون بعيدة يعني حقيقة عن النتائج السابقة وكواقع حال. يعني احنا حتى شاهدنا يمكن في بطولة الخليج هذه اكو فرق قدمت مستويات جيدة وبالتالي كانت يعني خارج البطولة. اعتقد يعني من الناحية النفسية الفريق العراقي مستعد يعني بشكل جيد. اعتقد الان احنا وضعنا كمنتخب عراقي كاستقرار فني ونفسي بشكل جيد جدا، ولذلك يعني انا اعتقد وفق ما وصلنا اليه الان من استقرار فني ونفسي قادرين ان شاء الله ان نحقق نتيجة ايجابية مع الفريق الاماراتي.